في خبر عاجل مشاهدينا وردنا منذ قليل، علمت بين سبورتس من مصادر داخل إدارة برشلونة أن نيمار قرر مغادرة النادي. كما علمت بين سبورتس أن النجم البرازيلي نيمار لن يحضر إلى الدوحة عكس ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة. وكان عدد كبير من أجهزة الإعلام أشار إلى أن نيمار سيسافر إلى العاصمة القطرية بعد نهاية جولته الترويجية في الصين. هذا وتفادى نيمار الحديث عن مستقبله خلال رحلته إلى الصين، على الرغم من عودة كافة عناصر فريق برشلونة إلى إسبانيا عقب نهاية الرحلة الإعدادية في الولايات المتحدة، إلا أن نيمار سافر إلى الصين للظهور في حدث إعلاني في مدينة شنغهاي، كما اشترك في جلسة تصوير لصالح إحدى العلامات التجارية التي ترعاه، هذا إضافة إلى حضوره عرضا للأزياء. لا أذكر كم مرة زرت فيها الصين، لكنني زرتها كثيرا، ويسعدني أن أتواجد في شنغهاي لملاقاة مشجعين محبين أعبر لهم عن امتناني لدعمهم لي. أحب اللونين الأبيض والأسود، وأحب الألوان البسيطة. اليوم مثلا أنا أرتدي الجينز مع جاكيت وكنزة بيضاء. الأزياء البسيطة هي الأزياء المفضلة لدي. أصدر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بيانا نفى فيه تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه. وكان رونالدو قد خضع لجلسة استماع أمام قاضي التحقيق استمرت لساعة ونصف بشأن تهربه من دفع ضرائب بقيمة تزيد على 14 مليون يورو تتعلق بإخفاء مداخيل حصل عليها النجم البرتغالي. وبعد مغادرته للمحكمة أصدر رونالدو بيانا ذكر فيه أن سلطات الضرائب تتوافر على كل المعلومات المتعلقة بدخله الشخصي، وأنه لم يخفي أي معلومة عنها، مؤكدا أنه يقوم بدفع كل الضرائب المفروضة عليه وبانتظام.